ازيكم يا جماعة واهلا بيكم في فيديو جديد ومعاكم مهندسة شاهيناز. النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن السيسكو سيف جارد اكزام. هفهمكم مين اللي المفروض ياخد الامتحان ده، ايه اهميته وازاي تحصلوا عليه، وكل التفاصيل اللي المفروض تعرفوها عنه قبل ما تحجزوه. سيسكو عملت حاجة اسمها السيسكو سيف جارد اكزام من فترة طويلة، وبقالها فترة شغالة، وكانت دايما بتقول ان ليها ديدلاين وقربت تخلص، بس هي في الحقيقة لسه شغالة لحد دلوقتي، وهي السيسكو سيف جارد او زي ما كانوا بيقولوا عليه السيسكو سكند تشانس. الامتحان ده خاص بالسي سي ان اي، يعني لو انت عايز تسيرتيفاي سي سي ان اي وحابب ان انت تمتحن سي سي ان اي بس قلقان خايف، اول مره تدخل امتحان دولي، مش عارف التفاصيل بتبقى عامله ازاي جوه، ترتيب الاسئله، البريفيوس والنكست والسكيب والحاجات دي كلها قلقان منها، فسيسكو عامله لك سيف جارد او يعني مسند او عكاز يبقى معاك، بحيث ان انت لو حصل ولا قدر الله وسقطت في الامتحان بيبقى عندك فرصة تانية لإعادة الامتحان. يعني هي إعادة تقدر تقول يعني مش ببلاش، بس ب يعني قيمة صغيرة جدا عن القيمة الأصلية. القيمة الأصلية اللي هي كام؟ احنا عارفين ان السي سي ان اي الامتحان بتاعها لوحده ب $300. سيسكو قالت والله لو انت قلقان جدا وحاسس ان انت خلاص داخل هتسقط في الامتحان الدولي من اول مرة لأي سبب من اللي انا قلت لك عليهم، فخلاص انت ممكن تحجز من الاول اصلا السيسكو سيف جارد. السيف جارد ده بيخليك تدفع $375، بس بيبقى ليك فرصتين للامتحان. يعني بدل ما كان المفروض ان انت هتمتحن مرة واحدة بس $300، ولو لا قدر الله سقطت فيها وابتديت تدخل كمان مرة كان المفروض هتدفع $600. فهي سيسكو قالت خلاص انت تدفع $375 وتمتحن مرتين، بس بشرط ان انت تحجز قبل ما تسقط. واخدين بالكم؟ يعني مش ان انت تحجز امتحان طبيعي وعادي وبعدين لا قدر الله سقطت فيه تقوم انت ممتحن او حاجز السيف جارد. لا، السيف جارد بتحجزه من قبل ما تمتحن اول مرة. فدي التركاية برضو في الموضوع، ان انت تكون فعلا شبه متأكد ان اول مرة دي اكيد ضايعة مني، وبالتالي المفروض ان انا احجز من البداية خالص امتحان السيف جارد قبل اصلا ما اخد اول فرصة في الامتحان. طيب السيف جارد ده مدته قد ايه؟ بمتحنه ازاي؟ القصص دي كلها المفروض ان انت بتحجز الامتحان مثلا النهارده، فبيبقى ليك 90 يوم تمتحن فيه الفرصتين. يعني مش هتمتحن 90 يوم ده من بداية الفرصة الأولى أو من بداية ان انت تحتاجه، لا، انت من يوم ما بتحجز السيف جارد بتاخد 90 يوم تمتحن فيهم الفرصتين بتوعك. والله لو نجحت من أول مرة فل تمام، ما نجحتش من أول مرة بيبقى ليك تمتحن تاني مرة في خلال نفس ال90 يوم. طيب افرض نجحت من اول مرة، هل السيف جارد كده بيبقى متشلي ينفع اديه لحد، ينفع حد يمتحن بيه، ينفع ان انا امتحن بيه مكان تاني، ينفع اخد الفلوس بتاعتي اللي هي فرق الفلوس؟ كل ده لا. يعني لو انت دلوقتي امتحنت او حجزت السيف جارد ونجحت من اول مرة وخلاص كده الفرصة التانية ما بقتش محتاجها، خلاص راحت، ما ينفعش ان حد تاني يمتحن بيها، خلاص مش ما هياش تعتبر فرصة امتحان كاملة اصلا. ما ينفعش ان انت ترحلها لامتحان تاني، ما ينفعش ان انت ترحلها لمدة تانية، لا هي خلاص خلصت بنجاحك ان شاء الله من الفرصة الاولى. فهي مجرد بس يعني حاجة للاطمئنان، سيف نت كده تبقى موجودة علشان خاطر لو انت قلقان من دخول الفرصة الاولى. هل انا بأحبذ موضوع السيف جارد اكزام ده؟ والله لو انت قلقان جدا 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 تدخله، بس انا بشوف ان انت مش المفروض اصلا تحجز الامتحان الدولي غير وانت متأكد 100% ان شاء الله ان انت ناجح ومذاكر كويس جدا جدا وحالل الضم مليون مرة وبتنجح فيها والعملي والنظري وكل حاجة. في بقى ناس بتبقى قلقانه من الضمب ولا تكون كانت نسخه قديمه، او ان انا ما بعرفش احل العملي، او بسكيب الاسئله مش في مكانها، او اي سبب من الاسباب، فاوكي تمتحن السيف جارد. خد بالك ان انت لو دخلت على الويب سايت بتاع سيسكو علشان تحجز امتحان السيف جارد هتلاقي فيه حاجتين اسمهم سيف جارد اكزام، واحد اسمه سيف جارد اكزام عادي، واحد اسمه سيف جارد اكزام بلس. السيف جارد اكزام عادي هو ده اللي انا بكلمكم عليه من الصبح، اللي هو فرصة تانية للامتحان بعد الفرصة الاولى ما تقع فيها.
طب ايه السيف جارد بلس؟ هتلاحظوا ان السيف جارد بلس ب $450. طب ليه؟ علشان هو بيدي لك الامتحان الاساسي والفرصه الثانيه ومراجعه على الامتحانات. يعني انت المفروض بتبقى مراجع وبتبقى جايب الضمب بتاعتك وكل حاجه، فلو انت محتاج المراجعه دي يعني تاخد الامتحان او السيف جارد بلس. انما يكفي جدا ان انت تاخد السيف جارد اكزام اللي هو ب $375 عند الحاجه اليه. ده كده بالنسبه للسيسكو سيف جارد. هل سيسكو قالت عليه اي ديدلاين؟ هل قالت ان هو قرب ينتهي؟ الحقيقه انه لا، احنا دلوقتي في 2024، سيسكو ما جابتش سيره خالص امتى ينتهي العرض ده او الاوفر ده بتاع السكند شانس. من زمان جدا قالوا هينتهي في نوفمبر 23، قالوا هينتهي في فبراير 24، بس هو لحد النهارده ما انتهاش. فلو انت حابب تستفيد بيه، هو لحد اللحظه اللي احنا فيها دي موجود على الويب سايت بتاع سيسكو. ان شاء الله تنجحوا كلكم من اول مره وما تحتاجوش السيف جارد اكزام خالص، وتتطوروا في حياتكم باذن الله وتوصلوا فيها لكل اللي بتتمنوه. انتظروا معايا ان شاء الله الاوفرز بتاعت رمضان باذن الله، وتابعوا القناه وتابعوا الصفحه بتاعتي لكل جديد. شكرا ليكم، كود لك. كان معاكم مهندسه شاهيناز.